يا صباح الفل عليكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بما ان الفيديو كده بالنهار وجو كده مبهج وفيه طاقة ايجابية وشمس ونور ربنا منور المكان، فيا رب تكون ايامكم كلها خير وبركة وسعادة باذن الله. النهارده الفيديو بتاعنا خفيف ولطيف وسريع كمان، مش بحب اطول الفيديوهات عشان ما تزهقوش او اي حد يحس بملل، بس انا بحب اشارك معاكم كده مقتطفات اليوم او الحاجات المهمه اللي انا عملتها في يومي، بحيث ان انا اشجعكم او اديكم افكار لاي حاجه ممكن تعملوها. انا اليوم معايا بدأ ان انا كان عندي مشوار مهم جدا الصبح فلازم انزل. اي نعم، النزول الصبح في الصيف بيبقى صعب جدا، بس الحمد لله اليوم ده كان الى حد ما الجو كويس، فقضيت مشواري كده بسريع سريع ورجعت على البيت على طول. هكمل معاكم باقي اليوم في البيت، لان انا نزلت الصبح ما كنتش حضرت فطار ولا كده، يا دوب اكلت بسكوته بس وشربت كده البرشام بتاعي. ولما ارجع بقى هنعمل الفطار وهنكمل باقي اليوم في البيت. انا بس حبيت اخدكم معايا كده اليوم من اوله. وهنا انا كنت لسه نازله رايحه المشوار. ده الطريق الدولي على فكره، ممكن الواحد يركب مثلا الدولي او يركب بلد، بس الدولي ده بيكون منجز بصراحه، انما طريق البلد بياخد وقت كبير جدا في الطريق. المهم بقى هنا انا كنت خلصت مشواري الحمد لله، رجعت البيت حضرت بقى فطار كده حلو. كنت هعمل شكشوكه بالبيض، يعني مش عارفه الناس كلها عارفاها ولا لا، بس اكيد معظم المصريين عارفينها او كلهم. اي حد بقى مش من مصر يعني دي طريقه كده للبيض بتتعمل بطريقه مختلفه. نحط كده بصلايه على النار، بنصفرها شويه، وبعدين بنزل عليها بطماطمية وقرن فلفل. ولما تدبل كده كلها في بعضها وتنسجم مع بعض، بحط شوية ملح وفلفل أسمر مش أكتر من كده، وبنزل عليها بالبيض وبديها تقلبتين وخلاص كده بتكون استوت معايا، بتبقى جميلة جدا. عايزة اقولكم ان انا بعشق الاكلة دي قوي. يعني مش بعملها باستمرار، بعملها كل فترة كبيرة عشان لما احس ان انا مشتاقة لها بعملها. لو باستمرار الحاجة الواحد ممكن يزهق منها. بس وعملت فول كمان، فول بالطحينة كده قمر. بستغرب ان في ناس بتقول ازاي بتحطوا طحينة على الفول، يعني مش عارفة، ده الطحينة على الفول بتخلي طعمه حاجة تانية خالص. ممكن فول يتاكل بالطحينة، ممكن يتاكل بالليمون، مش بنحط الاتنين على بعض طبعا. ممكن يتاكل سادة خالص من غير حاجة، في ناس تعمله بسمنة ناس تعمله بزيت، فهو الأكل أذواق. بس يعني الطحينة مع الفول بتخلي طعمه حلو قوي. فحطيت كده الفول، وحطيت كمان طبق الشكشوكة الحلو ده، واحط جنبهم جبنة وخلاص على كده. ممكن لو جنبه خيار، جنبه مثلا بطاطس محمرة، بس انا بصراحة كنت عايزة انجز، كنت كده تعبانة من بره، فهو حلو قوي ان انا عملت فول وشكشوكة وجبنة. حلو قوي. هخلص بقى الفطار الحلو بتاعي واشرب كوباية القهوة المتينة اللي هتخليني افوق كده واحس ان انا عندي طاقة ان انا اكمل باقي اليوم في البيت. قلت اخد لفة سريعة كده في الشقة، كنت عايزة اغير الملايات واحط غسيل في الغسالة وكده. فانا بقول لكم ان انا بديكوا افكار كده، الحاجات المهمه اللي انا عملتها في اليوم، لان طبعا انا مش هصور كل حاجه عملتها، انا بس بجيب الحاجات المهمه اللي عملتها اللي ممكن تشجع حد يكون مكسل، حد يكون مش قادر يقوم يعمل حاجه، فيتشجع كده معايا. فرشت الملايه الحلوه دي، عايزه اقول لكم الملايه دي ما كانتش عجباني خالص. انتوا عارفين بقى زمان لما كنا بنقعد نتجهز وامهاتنا تقعد تجهز كده وتجيب ملايات وتجيب حاجات، ممكن تجيب حاجات اصلا انت ما تكونيش معاها فيها ولا ذوقك ولا حاجه، بس طبعا مش راضيه تزعليها وتقولها لا الملايه مش عاجباني او كده. فالملاية دي بقى لها فترة كبيرة جدا، يعني زي ما بقول لكم يعني من زمان قوي عندي. كنت اول مرة افرشها لاني كانت الشكل العام ليها وهي متطبقة اللي باين ليا الوردة الكبيرة اللي هي في اخر الملاية دي. بس قلت ده اما افرشها بقى والصيف وبحب البهجة وكده، فرشتها وطلعت والله حلوة، مش وحشة خالص، وعجبتني بعد ما فرشتها. طبعا دخلت الأوضة التانية برضو غير الملايات. بحب ان انا لما اكون شايلة ملاية مشجرة او فيها رسومات كتير اطفال او حتى ملايات كبيرة، لو مشجرة احط ملاية بعدها هادية كده يعني سادة شوية. فهنا كنت شايلة الملاية اللي قبليها كانت مليانة يعني لعب أطفال ورسومات وكده، فحبيت أحط حاجة هادية. حطيت الملاية دي، هي لونها بطيخي كده وفيها القطتين دول، شكلهم حلو قوي، حاسة ان هي برضو ألوان صيف وألوان حلوة، تدي كده طاقة إيجابية وتدي كده فرحة الصيف وبهجة الصيف. لأن الصيف مش بيحب الغوامق ولا الحاجات الكاتمة والحاجات اللي هي مقفلة، لا بيحب الحاجات الفاتحة كده. عشان كده حبيت اصور لكم الاوضه والشباك مفتوح ونور ربنا داخل ومنور الاوضه. هصور لكم كمان لما اقفل كده الشباك واقفل الستاره. انا بحب احط ستاره الزيتي الغامقه دي بحيث ان هي تكسر اللون شويه. فده كده كنا خلاص وقت قربنا على المغرب، قفلت بقى كده عشان مفيش اي ناموس يخش او حاجه. بس كده الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون عجبكم واتبسطتوا معايا النهارده، كنت خفيفه عليكم. استنوني في فيديو جديد، متنسوش اللايك واشتراك في القناه. مع الف سلامه حبايب قلبي في حفظ الله.